الانتاجيه هي دير كل حركه باحسن طريقه تقدر عليها، يتجرب في الاتجاه الصحيح لاطول مسافه، وباختصار هي دير اكبر تقدم ممكن للهدف ديالك في اقصر مده ممكن. الانتاجيه ما كتعتمدش على حاجه وحده، والموضوع ديال الانتاجيه موضوع اللي طويل وما يمكنش نهضر عليه غير في فيديو واحد. الانتاجيه كتزاد ملي كتنظم وقتك وملي كتصايب عادات جديده، ولكن في هذا الفيديو غادي نعطيك واحد السيستيم ساهل وملي غادي تتبعو غتقدر تدوب الانتاجيه ديالك. اولا غنهضروا على المعادله ديال الانتاجيه. الانتاجيه هي واحد النتيجه اللي كتجينا من ثلاثه د الحوايج: الوقت، الطاقه والتركيز. باش نطلعوها خاصنا نعرفوا كيفاش نحافظوا على الطاقه ديالنا، وكيفاش الوقت ديالنا ما يضيعش، وكيفاش نبقاو مركزين. غنبداو بالطاقه، الانرجي. انت كانسان عندك واحد الباتري اللي كيتسالى وخاصو يتصارف، وباش تتعامل مع الانرجي غنعطيك واحد النصائح اللي تقدر تطبقهم ملي تكون كتخدم ولا كتقرا. اولا خاصك تحدد واحد العدد ديال الدقائق اللي تخدمهم ولا تقراهم. الا كنتي شي واحد اللي معكاز وما موالف الخدمه لا قرايه، فمن الاحسن تبدا ب 15 دقيقه، والمتوسط هو 30 دقيقه. او الا كنتي شي واحد اللي مواجه بزاف، جوج سوايع مزيانه، ولكن عمرك تفوت جوج سوايع الخدمه متابعه. اذا شنو خاصك دير هنا؟ اولا غتهز التليفون وغديرو يصوني من بعد 15 دقيقه ولا 30 دقيقه على حسابك انت اللي بغيتي. في الاول تقدر ما تعرفش شحال د الوقت، ولكن مع التجربه والتكرار غتعرف. ثانيا غتبدا تخدم ولا تقرا، وما دير حتى حاجه اخرى من غير ديك الخدمه ولا القرايه. وملي يصوني التليفون ضروري تحبس 5 دقائق، وهاد 5 دقائق تقدر تمشي دير اي حاجه بغيتي من غير انك تهز التليفون. وملي غتسالي هذيك 5 دقائق تلقى بلي جاتك الكانه باش تكمل ديك الخدمه ولا القرايه، وتما غدير التليفون يصوني وغترجع تكمل. وإلا كملتي 4 الجلسات 4 المرات والتليفون كيصوني غتكون كملتي ساعتين د الخدمه وارتاحيتي 20 دقيقه وما غاديش تحس كاع بالوقت. وفهاديك 5 دقائق د الراحه ما خاصكش تهز التليفون، سير شرب الماء ولا دير شي حاجه. المهم ما تهزش التليفون، وبعد على هذوك الادوات باش كنتي خدام. دماغك خاصو يرتاح في هذيك الوقيته. تقدر تبان لك هذيك 5 دقائق صغيره وما عندكش كاع المفعول، ولكن راه المفعول ديالها كبير. وبلا ما تحاول دير جوج حوايج في دقه، بلا ما تحاول تحفظ جوج دروس في دقه، بقى مع الدرس الاول تتساليه تماك عاد تقدر دوز الدرس الثاني. الدماغ ديالك خاصو يبقى مركز في حاجه وحده، ديما ركز في خدمه وحده. ندوزو للعامل الثاني واللي هو الوقت. بالنسبه للوقت راه كنت درت واحد جوج فيديوهات كندوي في واحد على الطرق كيفاش تقدر تنظم وقتك، والاخر على كيفاش كيخدم دماغك، وكنسهل عليك الطريقه كيفاش تنظم وقتك. المهم راه تلقاوهم في الشين الا بغيتي تدخل تفرج لهم ورا هذا الفيديو. التركيز هو العامل الثالث من المعادله ديال الانتاجيه، وكيلعب واحد الدور اللي كبير الا بغيتي تزيد في الانتاجيه ديالك. والتركيز واحد الموضوع اللي طويل، وان شاء الله غيكون واحد من الفيديوهات الجاي حيت ما يمكنش ندوي عليه غير في هذا الفيديو. ودابا غادي نوريك واحد الطرق اللي غيعاونوك باش تقدر تزيد في التركيز ديالك وتقدر تكمل المعادله ديال الانتاجيه. اولا دير واحد الوقيته في نهارك للتامل، وانا هنا ما حددتش الوقيته بالضبط، تقدر تكون نص ساعه ولا 10 دقائق على حسابك نتايا. وتقدر انت كاع تبان لك هذه شي حاجه اللي تافهه وعديمه النفع، ولكن انت بيا فاش غادي تبدا دير الميديتاسيون غتشوف باللي الحياه ديالك كتبقى تغير نهار ورا نهار. تكتشف علميا ان التامل كيقلل التوتر والالم والضغط العصبي، وكيعاون في ضغط الدم وتحسين التركيز، وزيد بزاف ديال الحوايج. ثانيا حاول تنعس اكثر من 7 السوايع، ومعروف عند علماء الاعصاب بلي قله النوم واحد العامل رئيسي لقله التركيز والتشتت وضعف الذاكره. والنعاس كيعاون باش يحول الذاكره ديالك من المدى القصير الى المدى الطويل. وغتكون وقعت لك شي مره انك كنتي كتحاول تحفظ شي حاجه ما بغاتش تدخل لك الراس قبل ما تنعس، ولكن لا غدا لي فاش فقتي لقيتها راسك حافظه، حيت النعاس كيلعب واحد الدور اللي كبير بزاف في الذاكره ديالك. هذاك الشيء علاش حاول تنعس فوق 7 السوايع. ندوزو للحاجه الثالثه وهي قلل من السكريات. الماكله تاع الحلاوه بزاف وغير داكشي الحلو كيسبب بزاف ديال المشاكل الصحيه والامراض المزمنه، بما فيها قله الانتباه والتركيز. وبينات الابحاث باللي النظام الغذائي اللي كيحتوي على بزاف ديال السكر يقدر يصغر الحجم ديال المخ ديالك وضعف الذاكره بزاف. هذاك الشيء علاش حاول ما تكثرش من السكر. وحتى لهنا كتكون النهايه ديال الفيديو، نتمنى تكون استفدتي شي حاجه. تلاقاو في فيديو جاي.